ما الطريقة لعمل الفطير اللفة بتاع زمان، وحطي تحت الشواية وحمري تعملي أجمل وأحلى فطير. طلع تحفة وجميل جدا. وخشوا بقى اتفرجوا عليه بصدق وشوفوه وشيروا الفيديو لو عجبكم، ويا رب تعملوا مشاهدة حلوة كده ولايك. شايفين منظر الفطيرة بقى والقشطة بتغلي عليها كده؟ شوفوا المنظر ده، حاجة حلوة. والريحة بقى طالعة ريحة القشطة حاجة. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير في أحسن صحة وحال. نعمل مع بعض النهاردة، عملنا الفطير الذرة، هنعمل الفطير اللف الفلاحي بتاع زمان. بيتعمل بايه الفطير اللف ده؟ معانا معلقتين سمنه كده بلدي كبار، ومعانا لبن حليب، ومعانا نص كيلو دقيق، وشويه ملح، مش عاملين اكتر من كده. ولو عندك قشطه بقى هتعملي قشطه، ده لبن عليه وش قشطه. هشوفوا كل ده قشطه اللي نازل ده. الصلاه على النبي بقى، هو بيبقى دسم كده فيه منه فيه، وبتحطوا له قشطه كمان، بس احنا ما عندناش قشطه صافي بقى. بيتعمل بقشطه بقى وايه وسمنه ودقيق ولبن حليب، اللي هو اللبن السائل يا جماعه. هنعجنهم وهقول لكم هنعمله على الطاسه، المفروض بيتعمل في الفرن، فاحنا هنبسط الدنيا كده ونعمله بطريقه سهله وبسيطه. وشكرا لكم جميعا يا حبايبي، اللي حتى يعني في ناس بعزها جدا وبحترمها جدا. والفيديو بتاع السمنه دي بصراحه عمل حاجات كتير فيا، ضايقني في حاجات كتير قوي، لان السمنه انا منزلاها عشان الناس تعملوا شيروا الفيديو وتدوا للناس معلومات منه، وتوروا للناس ان هو السمنه دي مش حلوه يا جماعه، عشان خاطر بناتنا الصغيرين. كله يقول لي تسلم ايديكي، ده انا بتكلم من اول الفيديو عن انها سمنه مش حلوه، كله طلعها حلوه، كله قال حلوه والجميله وتسلم ايديكي. متشكرين لكم جميعا يا جماعه. تعالوا بقى انا عجنت العجينه، هنقول ايه؟ لقيت الصينيه دي سمنه كده، وهقول لكم هنعمل اختراعين اتنين. هناخد حته من العجينه وهنعمل، هنشوف الاختراع ده هيصح معانا ام مش هيصح. حته ايه كبيره كده، وهنروح ماسكينها مبططينها حبه دقيق وبعدين هنعمل بقى حاجات تتحط في طاسه على البوتاجاز صغيره. يا رب يهدينا من الفطير اللف ولا الفطير الذره ولا كل الحاجات اللي بنعملها دي. على فكره القناه عليها فطير مشلتت تحفه بتاع الفلاحين على اصله، يعني الزمان بتاع امهاتنا واهالينا الجمال. هنعمل عادي وتروحي ايه مبططاه. احنا كنا بقى بنبططه في الفرن وبنعمله في الفرن الغاز الكبير او الفرن الطينه بتاع زمان، ونحطه على ارضيه الفرن ويديه وشه قشطه، يبقى حاجه حلوه بقى بجد، تاكلوا منه ما تشبعوش. بلاش نضيع تعب بعض، بلاش نضيع شقه بعض بجد. انتوا عارفين الفيديو قد ايه بيتعب الواحد لما يصنعوا ولما يشطبوا، مجهود بجد، مجهود تعب بالظبط، خصوصا البني ادم التعبان. يعني انا صحيا مانيش كويسه، بس اتعلقت بالشغل معاكم واتعلقت ان انا اتعامل معاكم، ده اللي مخليني متمسكه بيه بجد. بس ساعات كده لما بنزل حاجه وعايزاكم تشوفوها ولاقاها ما شافتش، بصعب عليا قوي منكم وبزعل بجد. شفتوا بقى المنظر ده، هو بيبقى ايه بالسوق كده لا تخين ولا رقيق. شايفين بقى كنا بنمسكوا الرفح وكده ونروح حاطينه في الفرن بقى. هجيبه بقى احذف لكم في الصينيه كده اهو. شايفين المنظر ده؟ الفطير المشلتت كنا بنحذفه في الفرن كده برضه كده. هحطها على ظهر البوتاجاز بس ان هي تحمر من تحت، واروح حطاها تحت الشوايه في الفرن، عشان عايزه اعمله لكم على ما كنا بنعمله بالظبط كده. هحط برضه حته قشطه، والقشطه هحطها كانت في الفريزر كده اهو على الوش، وندهن بها الوش زي ما بنعمل الفطير بالظبط. لان مش القشطه ديت حاجه حلوه، تحمر الحاجه حمار حلو، تديكي ريحه حلوه، تاكلي لقمه جميله بجد اهي، وهتبقى احلى فطيره. عايزاكم تجربوا الفطير ده بجد جميل جدا. هحطها بقى على البوتاجاز على نار متوسطه، وانا مولعه الشوايه من دلوقتي. نعملها في الطاسه كده بجد، عايزاكم تجربوا الفطير ده. ايه رايكم في المنظر ده؟ بس ما حاجه جميله. حد عمل الفطير المشلتت على ظهر البوتاجاز قبل كده؟ ده الفطير اللف. تعالوا نشوفوا الفطيره وهي بتغلي في الفرن. شايفين المنظر؟ هنقب كمان. حطينا دي في الطاسه برضه نفس الحكايه، نعمل احلى فطير لف. شوفوا فرق الطاسه من اللي مدهونه قشطه بقى، حاجه فرق شاسع.
ده حمار اللي في الطاسه، وحطيت اتنين بقى في تاني في الصينيه ديت، ودهنتهم قشطه، ونحطهم بقى تحت الشوايه تاني. هنحط بقى اخر واحده من تحت. اهم حاجه تلاقوا فيها ايه لبن من تحت كده كده اهو، ونحطهم بقى في الفرن. شايفين منظر الفطير بتاعنا اللي اتعمل ما يجيش 5 دقايق، حاجه في الاخر من الاخر. بتاع الطاسه طالعه جميله برده اهي من وش وتحت، وبتاع الفرن بقى تحفه. طريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، وجربوه ولسه في الفرن واحده. وده الفطير بتاعنا جميل، وشه وظهره حاجه فاخر من الاخر. عملنا كده ايه 3 صغيرين و2 كبار، وكل ده بنص كيلو دقيق، وحاجه حلوه بجد. الله على الريحه والطعم والجمال. اتفضلوا معايا بقى، والله جربوه تحفه. وده الفطير اللف بتاع زمان على اصله.